السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة اعمال ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي اضغط اشتراك وفعل الجرس، واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. لو انت ايه اول مرة كده تشرفيني وتنوريني في قناتي. تعالوا النهاردة كده الفيديو بتاعنا جميل جدا. هنعمل مع بعض الفطاير الحلوة الجميلة دي بالتشكيل الحلو ده. هو ده بقى نشتري الحاجات دي من بره. الحاجات دي طبعا اليومين دول غالية، طبعا عشان الدقيق غالي وكل حاجة غالية. طبعا الحاجات دي هنشتريها غالية جدا من بره. والحاجات دي مش هتكلفك كتير طبعا، وكل حاجة موجودة عندنا في البيت. احنا يا ستات البيوت عندنا الدقيق وعندنا كل حاجة في البيت. وهنعملها بايه؟ بمكونات اقتصادية جدا. ويلا بينا كده هنشوف هنعملها ازاي وهنشكلها ازاي مع بعض. تعالوا بقى نشوف المقادير. المقادير سهلة جدا. هاتي أي طبق عندك، هاتي ربع كده مج من السمنة. سمنة على زيت. ما عندك السمنة حطي زيت، ما عندك الزيت حطي سمنة، أي حاجة هتنفع. ومعايا كيس حليب البودر، ما عندكيش حليب بودر ما تحطيش خالص. معايا 3 معالق من السكر كبار، ومعايا معلقة خميرة كبيرة. ومعايا ذرة ملح كده، ربع معلقة صغيرة ملح، متكتريش يعني ربع معلقة صغيرة. ومعايا ايه باكو من الفانيليا، ومعايا نص كيلو من الدقيق. شايفين؟ نص كيلو من الدقيق هيعملوا لي كمية حلوة جدا جدا. هنقول المقادير تاني: ربع كوباية كده من السمنة على زيت. ما عندك السمنة حطي زيت، ما عندك الزيت حطي سمنة. معايا ايه باكو كده من الحليب البودر. ما عندكيش حليب بودر اعجني بالمية عادي خالص، عندك حليب اعجني بالحليب. يعني بالمية هينفع برضه. ومعايا فانيليا وثلاث معالق من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وذرة كده من الملح. ونص ايه؟ نص كيلو من الدقيق. كلها مقادير كلها عندنا في البيت، واي وقت كده هتقومي تعملي اي حاجة حلوة لاولادك يفطروا بيها. خلاص. طبعا هننزل بالمكونات دي كلها. طبعا ايه حطيت كده حبة من المية الدافية، وحطيت كده ايه الحليب البودرة، وحطيت المكونات كلها السايلة والسكر والخميرة دي كلها، وهدوبها كده ايه في المية اللي احنا حاطيناها. وهنزل كده ايه بالدقيق. في ناس بتحط ايه بيض، لا انا مش بحط بيض عامه. انا مش بحب البيض عامه في الفطاير دي. خلاص. وفي ناس بتحط بيكنج باودر. البيكنج باودر مش يعني عندك حطي، ما عندكيش ما تحطيش. يعني ما تجبريش نفسك ان انت ايه، لا ده انا ما عنديش بيكنج باودر ومش هينفع اعمل الفطاير. لا عادي هينفع. انا عملتها من غير بيكنج باودر وطلعت تحفه وجميله جدا معايا. طبعا ايه هنبتدي بقى ايه نعجن كده بايدنا عندك عجان هيبقى جميل طبعا في العجان، وهينجز معاكي بسرعة وهيديكي نتيجة حلوة كمان. هيخلي العجينة هيعجن العجينة كويسة. يعني هي عامة نص كيلو فايه مش هنتعب يعني فيهم يعني. وابتدي بقى اعجني كده لغاية ما العجينة تلم معاكي وتديكي القوام الحلو الجميل اللي احنا ايه هنشوفه دلوقتي مع بعض. شايفين العجينة تحفة وجميلة جدا جدا. بصوا، لو انت لقيتيها تخينة معاكي حطي لها حبة مية تاني. انا لقيتها حلوة كده وجميلة، مش محتاجة مني ايه مية تاني. شايفين العجينة تحفة وجميلة جدا. بصوا بعد ما عجنتها شايفين العجينة. بصوا تحفة وجميلة جدا 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 جدا. هسيبها طبعا ايه، طبعا احنا عندنا الجو ايه بارد والجو ساقعة. طبعا ايه بفوطة كده وغطيها لغاية ايه ما تختمر معانا. هي اخدت معايا نص ساعة. تعالوا بقى ايه بعد ما عدى النص ساعة كده، شايفين بعد ما اختمرت ما شاء الله عليها جميلة جدا جدا جدا. ويلا بينا كده هنشوف هنعملها ايه وهنشكلها ازاي وهنعملها ايه مع بعض التشكيلة الحلو اللي انتوا ايه شفتم معايا. معايا حبة دقيق جنبي كده عشان طبعا اني هفرد ايه على الدقيق. مش هفرد لا على سمنة ولا على زيت. خلاص هقسم العجينة نصين كده، النص هحطه في الطبق ونص ايه هفرده معايا. طبعا انا عندي طبعا الرخامة يعني ايه ضيقة. الرخامة مش كبيرة معايا، لان لو عندي رخامة كبيرة انا كنت عملت العجينة كلها ايه مرة واحدة. فالرخامة عندي صغيرة يعني، فمش هعرف ايه افرد العجينة كلها عليها. هتديني السمك التخين ومش هتطلع معايا حلو. هبتدي كل ما ايه افرد حبة كده هدي رشة بسيطة، ما تكتريش دقيق عشان ما تبقاش كلها ايه دقيق معاكي. خلاص هي رشة بسيطة كده شايفين زي ما انتوا شايفين كده معايا. وابتدي بقى ايه بالنشابة كده بايدك. العجينة تحفة ومش محتاجة كمان نشابة لو انت ايه فردتيها بايدك يعني. بصوا العجينة، بصوا تفرديها بايدك خالص وحلوة جدا جدا جدا. بصوا الريحة بتاعتها تحفة. ريحة العجين عامة جميلة جدا جدا. طبعا الريحة حلوة ليه؟ السمنة على الزيت على الفانيليا. بصوا سمك العجينة فردت قد ايه.
يعني حاجات بسيطة، أنا مش عايزة العجينة تخينة يعني. خلاص أهو كده بعد ما فردتها معايا، تعالوا بقى إيه هنشكل بالحاجات دي. معايا إيه الفنجان بتاع القهوة، ومعايا الكاس. الكاسات دي طبعا عندنا إحنا طبعا في كل بيت. خلاص. طبعا عشان ما تحتاريش بقى هتقولي لي أنا ما عنديش قطاعة. طب ما عندكيش ليه؟ طب انت عندك حاجات تاني ممكن تقطعي بيها. هاتي كده فنجان القهوة أو كاس عندك وقطعي بيه. بصوا، شايفين؟ مش هتحتاري، كل حاجة انت موجودة عندك في البيت. بصوا تعالوا بقى ايه هنعمل بفنجان القهوة. بصوا هم الاتنين شكل واحد وايه وحجم واحد، يعني مش هتلاقي واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، هم الاتنين مقاس واحد يعني. اهو كده، وابتدي بقى ايه شكلي كده بالشكل ده يعني. شايفين؟ جميل جدا 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 ومتحتريش. عندك قطاعة قطعي بالقطاعة، ما عندكيش زي ما انا عملت كده. وايه وقطعي العجينة. هنشيل بقى ايه الزوايد بتاعتنا دي كده اهو بالشكل ده. شايفين؟ ابتدي بقى ايه شيليها كده، لو لقيتي بقى ايه ماسكة معاكي في العجينة عادي براحتك، ايه شيليها كده عادي. اقطعيها يعني ايه من الزوايد اللي احنا هنشيلها مع بعض. خلاص اهو كده. شايفين الزوايد دي طبعا هلمها تاني كده وايه وهسيبها بقى ايه اللي في الطبق كده عشان ايه ترتاح معايا عشان اعرف افردها تاني. تعالوا بقى ايه هنجيب بقى ايه كل دايرة كده او كل عجينة كده قطعناها ونحطها فوق بعض اهو. ابتدي بقى ايه اهو كده. شايفين؟ ريحيها كده وحطيها. بصوا انا عايزه ايه ستة وحدات كده فوق بعض. شايفين؟ معايا الشريمو، تعرفي الشريمو بتاع العصير اهو. هاتيك كده اهو. بصوا شايفين؟ واضغطي على العجينه بس ما تضغطيش جامد عشان ايه ما تقطعيش العجينه نصين. يعني بصوا يعني ايه ما تخليهاش تنزل معاكي للاخر يعني. شايفين الشكل الجميل ده؟ بصوا تحفة وجميل جدا جدا جدا. يعني بص كل حاجة عندنا موجودة يعني. ما عندكيش الشيريمو ده؟ شفتي العصاية بتاعت الشيش طاووق؟ عادي تنفع. انا ما عنديش بصراحة يعني بص فكري يعني اي حاجة عندك ممكن تنفع. انا لقيت عندي الشيريمو ده عندي فقلت ايه اعمل بيه يعني. انا ما عنديش عصاية الايه الشيش طاووق، فايه قلت اعمل بالشيريمو الحلو ده. بصوا شايفين؟ اهو ضغطة خفيفة كده لغاية ايه بس ما تحصليش ال الشيريمو كده ايه لغاية تحت عشان ايه ما نقطعش العجينة مع بعض. بصوا الجمال، تحفة وشكل جميل جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض تاني. بصوا ريحي الفطيرة، ريحي العجينة كده فوق بعضها كده بحيث انه كلهم يبقوا ايه قد بعض اهو بالشكل ده. حطي كده واضغطي ضغط خفيفة كده عشان ايه تريحي العجينة معاكي. وحطي كده ايه 6 دواير من العجين، 6 5 يعني لا تكتري عن 6 ولا تقلي عن 5 يعني. خلاص اهو. شايفين؟ بصوا الجمال، تحفة وجميل جدا 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 اهو كده. طبعا عامة الشتاء عامة او البرد عامة بيحب الحاجات دي، بيحب الفطاير، بيحب عامة المعجنات. يعني بصوا الحاجات دي بتبقى حلوة كده، بتخلي ايه المطبخ عندك دفى ويبقى حلو عامة والحاجات دي عامة يعني بنشتريها غالية من بره. عامة اي فطاير عامة بنشتريها غالية من بره. انت اعملي الحاجات دي مش هتكلفك كتير، وهتديكي ايه يعني ايه يعني هتوفر معاكي كتير جدا يعني. اهو كده بالشكل ده. ريحي العجينة كده وحطي كده ايه رصي كده ايه فوق بعضه اهو بالشكل ده. شايفين؟ يعني بصوا الكمية دي ما اخدتش معايا وقت يعني ايه، انجزتهم ايه بسرعة جدا. شايفين؟ بصوا شايفين الجمال، تحفة وجميل جدا جدا جدا. طبعا معايا صينية كده كنت دهناها سمنة. طبعا انا بدهن الصواني سمنة، احطهم كده واخلص الكمية. طبعا احطها جنبي كده واغطيها ايه باي فوطة عندك عشان ايه تختمر وتبقى حلوة يعني لغاية ايه ما اعمل الكمية التانية. بصوا انا فردت العجينة كده فايه انا حبيت بس ايه اوريكم كده التشكيل الجميل ده بالحاجات الايه اللي عندنا في البيت، اللي عند كل ست بيت عندها الحاجات دي، عندها الكاس، عندها فنجان القهوة. يعني بصوا الحاجات دي كلها موجودة عندنا ايه في البيت. خلاص اهو كده بالشكل ده. بصوا ابني بيقول لي يا ماما هاتي اعمل يعني. بقول له يا ماما الحاجات دي مش للاولاد يعني وكده. يقول لي لا يا ماما هات، انا احب ايه بيحب يعني يبقى واقف جنبي كده وانا ايه بعمل الفطاير والحاجات دي. فقلت له تعالى يا ماما اعمل يعني مش صعبة يعني هي. اهو كده. شايفين؟ ده ابني طبعا بيشكل معايا يعني
أهو كده. بصوا حاجات جميلة جدا جدا جدا، وحاجات سهلة وحاجات حلوة يعني في البيت وعلى فكرة الحاجات دي، على فكرة لو انت يعني ما عندكيش القطاعة بتحبي انت تعملي بالحاجات دي يعني حاجات جديدة، وحاجات حلوة كده، بتحسي كده براحة نفسية لما انت ايه تحبي تعملي الحاجات ديت يعني. وكده خلاص طبعا الفيديو كان طويل معايا جدا جدا، فحبيت ايه انجزه معاكم. طبعا بعد ما اختمر كده حطيته ايه في الفرن الكهرباء، ايه وشغلته من فوق ومن تحت كده، واداني النتيجة الحلوة التحفة دي. طبعا هتقولي لي ده ايه يا ام كريم اللي انت بتدهني بيه؟ ده شربات تقيل كده. طبعا انا ما احبش ادهن الفطاير عامة بيض، يعني بصوا ما احبهاش خالص البيض في الفطاير عامة يعني. فايه احسن حاجة كده، هاتي شوية شربات تقيل كده، ودهني بقى ايه وش الفطاير الحلوة الجميلة دي. بتدي لمعة وبتدي حلاوة وبتدي طعم حلو كده، يعني حلو كده في الفطاير. هاتي بقى عندك حبة جوز هند كده على وش الفطير كده، حبة فورماسيه برضو، يعني بصوا فرحي اولادك بقى، واعملي لهم بقى ايه حاجات كده جميلة كده. يعني بصوا اولادي انا اول ما شافوني كده بقى زين فيه بيقولوا لي ايه ده يا ماما، يعني بص حاجات حلوة والله العظيم. الفورماسيه كده على الفطاير تحفة، شكلها تحفة وجميل جدا جدا جدا. بص الجمال، والله العظيم فطاير تحفة وجميلة جدا وتشكيل روعة. يعني بصوا، يعني ممكن تلاقي واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، ده حسب ايه التشكيل بتاعي يعني. بس تحفة وجميل جدا. تعالوا كده نشوفه كده من على قريب. بصوا، شايفين؟ بصوا الجمال، بصوا الفطاير بجوز الهند تحفة. جوز الهند كده مدي طعم جميل كده للفطير والشربات، يعني فطاير جميلة جدا جدا جدا. والفرماسي برضو يعني طعمه حلو كده مع الفطاير، وجميل جدا جدا. واتمنى كده تجربوا، وتجربوا طريقتي، كلها حاجات اقتصادية وكلها حاجات عندنا في البيت وموجودة عندنا في البيت، ووداعا بقى نشتري الحاجات دي من بره. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير كده لاعمال ايديا مع ام كريم. بحبكم في الله يا احلى متابعين، ومتنسيش اللايك من ايدك الجميلة فضلا منكم. والله بجد الحاجات دي جميلة وتستاهل من ايدك اللايك الجميل اللي انت ايه هتعمليهولي كده للفيديو التحفة والجميل ده، والفطاير الجميلة الحلوة دي. واتمنى تجربوها، جميلة جدا 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 و... وسهلة وجميلة، يعني سهلة، مش هتكلفك حاجة يعني. ومتنسيش اللايك من ايدك الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.